محمد عاطف، 42 سنه حاليا. كنت رباني علي بحار، وبعد كده اشتغلت في هيئه قناه السويس حاليا قائد ميناء السويس. مؤخرا في السنه اللي فاتت لقيت ارتفاع في ضغط الدم والوزن زاد والسكر القولون بدا يزيد. قبطان محمد عاطف وصل لوزنه المثالي في اقل من سنه واقل كمان. تواصلت مع الفريق بتاعه وحددت ميعاد، رحت حددت الميعاد العمليه. كنت رايح له وانا عندي وزن 138 كيلو. دلوقتي حاليا الوزن بتاعي 83 كيلو، نزلت 55 كيلو تقريبا في خلال ال9 شهور دول. كان بيسالنا في كل كبيره وصغيره ودايما كان يقول معلش انا اسف انا بسالكم كتير. احنا كنا بالعكس بنحب كل استفساراته وكنا حابين اهتمامه. ما انساش ان انا بعد العمليه كان لسه ضغطي عالي، والساعه 2 و3 و4 الفجر، وكان دكتور محمد بيفضل يدعمني ومعايا على اتصال بالتليفون لحد ما اطمن عليا. عمره ما اثر معايا في مسج في اي وقت، على طول بيدعمني، على طول بيرد عليا. لما يكون عندي العيان عنده اهتمام زايد ده نتائجه بتبقى كويسه جدا، واحنا بالعكس بنبقى مبسوطين جدا. طول ما انا ماشي على النصائح المكتوبه والنصائح اللي الدكتور بيقولها لي ما كنتش بحس باي حاجه، كان الموضوع طبيعي جدا جدا بالنسبه لي. هو صراحه من اكتر الناس الملتزمه جدا بالتعليمات. ما كانش فيه حرمان من الاكل خالص، كان كل حاجه متاحه. كان متخوف جدا قبل العمليه، في اكلات بياكلها مع اصحابه ومع اصدقائه خايف ان هو يبطلها، لكن زياده الوزن كانت مأثره عليه جدا في شغله زي ما قال كلامه. بعد العمليه لا، الوضع اختلف تماما الحمد لله. انا بقيت اتجنب ان انا اطلع حتى في الاسانسير، وعلى طول طالع نازل على السلالم، منها رياضه ومنها الحمد لله نفسي بقى شايلني، بعرف اطلع وانزل، بتحرك بسهوله، الدنيا بقت افضل بكتير بالنسبه لي خالص يعني. من اكتر الناس اللي التزاما، نزل في وقت قياسي ما شاء الله، نزل في صحه كويسه، شغله اتغير تماما، بيمشي كل يوم بالساعه وبالساعه ونص، وانا عارف الكلام ده كويس. بجد شكرا، والحمد لله ان انا توفقت واخترت الدكتور الصح في المكان الصح في الوقت الصح. الحمد لله، شكرا دكتور محمد فريد. واحد من انجح التجارب اللي هو بيحقق المعادله، اللي هو اللي بيمشي على التعليمات مظبوط، فعلا بيوصل للوزن المثالي في اقل من الوقت كمان اللي الكتب كاتباه. صحته كويسه، نفسيته كويسه، شغله اتغير، حياته كلها اتغيرت.